السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو مهم جدا، وهو أشهر طرق النصب اللي يتعرض لها الطالب بروسيا أو بأي دولة بالعالم. طبعا هاي الطرق جدا منتشرة، وراح أتكلم في هذا الفيديو عن الطرق هاي وشلون الواحد يقدر يتخلص من عندها. طبعا من أهم الطرق اللي يتعرض لها الطالب طبعا هي اللي بيها النصب الزين. إخواني خليتها هسه بالبداية لأنه هاي اللي بيها النصب الزين، وهي شنو؟ مثل ما ذكرت في الفيديو السابق، بيع المنح. طبعا بيع المنح من أشهر الأشياء المنتشرة على الطلاب. يجيك واحد يقول لك أني راح أبيع لك منحة أو أبيع لك بعثة أو يعني من هاي الأشياء. طبعا هو ايش راح يسوي؟ راح يجي يقدم لك عن طريق الموقع. فالتقديم عن طريق الموقع موجود الرابط ماله بالوصف، وشرحت عن المنحة وسلبياتها وايجابياتها، اللي يريد يشوفه موجود بالوصف. فمثل ما قلت، راح يجي هذا الواحد شو راح ينصب عليك؟ طبعا النصب هذا مثل ما قلت نصب زين، راح ينصب عليك ب 10000 20 30 الف دولار. انا سمعت من الملحق الثقافي، يعني كلام رسمي، انهم قاضبين 30 واحد ناصبين على طلاب. طبعا هذا النصب شلون يكون؟ هو يجي يبيع زمالات دراسيه او يبيع منح. الزمالات الدراسيه هي مال التخصص، يروح مثلا واحد يروح يدرس تخصص او شيء، فيجي يقول له اني راح احصل لك مثلا منحه على حساب الدوله، ويقعد هو بلسانه يقنعك، يقول لك هاي راح تشمل لك سنوات الدراسه كلها، وراح تشمل لك السكن كامل، وراح ينطوك راتب و وهذا الاشياء حتى يقنع الطالب يدفع له. راح يجي يبيع له المنحه، الطالب راح يجي يدفع له 10000 20 ألف، وسمعت انه من الملحق انه قسم منهم دافعين 30 ألف دولار. تخيل 30 ألف دولار، لو يدرس في جامعة موسكو على حسابه هم تطلع له أرخص. يعني هذا تقريبا شقد يعني تقريبا تطلع نفس الشيء. مو جامعة موسكو بالإنجليزي مثلا، هو ما راح يدرس بالروسي. يعني إذا يدرس على حسابه راح تطلع تقريبا 36 ألف دولار. فهو شنو العجيب هذا؟ يعني شلون تدفع 30 ألف؟ أنت شلون تعقله هذا الشيء؟ فهو اصلا هو هذا كل شيء ما مسوي، مجرد يروح يقدم له عن طريق الموقع، او يشوف له كم واحد سماسره، او اصلا الشيء الصدمه اللي راح يتعرض لها الطالب احتمال كلش كبير انك ما راح تحصل على منحه وراح تخسر فلوسك. وهذا الواحد من راح يحكي وياك ما راح يخلي على نفسه دليل، وراح تخسر كل شيء، وحتى المنحه ما تحصل، تدفع 10000 وما تحصل شيء. شلون تخلص من هاي السالفه؟ مثل ما قلت، تروح انت بنفسك على الموقع، تروح تقدم، طلع لك المال، طلع لك تروح تقدم على حسابك، افضل ما تشتري منحه، لانه احتمال كلش كبير نفس ما قلت انه المنحه ما ينطيك اياها، وهاي الفلوس كلها راح تضيع عليك. هذا الشيء، ان كان منحه وزماله او اي شيء، لا تشتري منحه، تروح تدرس على حسابك احسن لك. الشيء الثاني، طبعا الشيء الثاني عن طريق النصب عن الصفحات الوهمية اللي على الفيسبوك. الصفحات الوهمية اللي على الفيسبوك اللي تدعي انه اكو وظائف مثلا بروسيا بقيمة 2000 دولار 3000 دولار وغيرها وغيرها، منها طرق مختلفة. طبعا هو اكو هيك وظائف، مو ماكو، اكو مثلا بموسكو توصل وظائف 10000 دولار وفوق، بس اكيد هاي الاشياء ما تحصل بهاي السهولة. لازم تكون عندك لغة جدا قوية، تكون لازم عندك خبرة كلش ممتازة، لازم يكون عندك تصريح عمل وشغل قانوني، تحصل راتب 10000 دولار واكثر بالشركات طبعا. فيجي واحد عنده صفحات على راس اني شغل 10,000 دولار 2000 دولار وغيرها وغيرها. قسم من هذه الاشغال انه يقول لك مثلا تعال تشتغل بسياره، تجي تشتري سياره تدفع لنا 2000 دولار، وتيجي تشتغل بسياره ونعطيك راتب مثلا نقول 700 دولار بالشهر. طبعا هذا نصاب من الدرجه الاولى. ليش؟ لانه انت اصلا بروسيا السيارات جدا رخيصه. اكو مدن تقبل سيارات الموديلات شويه القديمه، مثل موسكو لازم 2013 14 وفوق، ولازم تجي سيارات حديثه واصعب. اما باقي المدن لا، ممكن 2007 2008 وغيرها ممكن تشتغل بيها كتاكسي. فانت شو راح يسوي لك؟ هو راح يجيبك يقول لك ادفع لي 2000 دولار، وانا راح اسوي لك دعوه عمل، وانت تجي
وبعدين احنا نعطيك راتب. يعني انت مو كان ما تقدر تروح انت بنفسك تشتري السياره تشتغل بها وتحصل الربح كله، ليش تروح تاخذ ال 2000 دولار وتدفع ال 2000 دولار عفوا، وبعدين تروح تاخذ نص القيمه، وهذا اذا اصلا شغلك اللي يقول لك تعال ادفع لي نصها مقدم او ادفع لي 2000 دولار مقدما. هذا الشيء دير بالكم من عنده. صفحات فيسبوك نهائيا تريدون تلقون شغل اكو الموقع الرسمي مال الشغل بروسيا، واكو مواقع الشركات الرسميه تقدرون تراسلوهم وتدزون لهم السي في مالتكم اللي يطلبون من عندكم، وهم راح يشوفون شنو يشغلوكم. طبعا لازم تكون عندك لغه قويه جدا، او اذا تبي تشتغل بهذول الشغلات اللي فلوسها عاليه، او شوف يعني مو اقل من اي شغله، مو اقل من لغه متوسطه، الا اذا انت شفت لك واحد عربي وعلى حظك وشغلك يعني، بس اكيد هم لازم يكون عندك لغه. اما سوالف صفحات فيسبوك ابتعدوا عنها لانها طريقه نصب، ونصب يعني 2000 دولار فوق، مو النصب العادي. نجي الطريقه الثالثه للنصب، طبعا ان حكيت عنها هواي، هي النصب عن طريق المكاتب، من واحد هم يجي يحكي لك شيء ومن يروح تتفق وياه يتقدم على جامعه مثلا قسطها 3000 2000 1800 دولار سنه تحضيري، يقعد يخليه يحطك بجامعه رخيصه ويقول لك انا جبتك تحضير وما اتفقنا، فلازم انت تتاكد اسم الجامعه موجود بالعقد، وكل معلومه حكاها لازم موجوده بالعقد، حتى لا يصير وياك مثل ما صار وياي بالسنه التحضيريه، من اتفقنا انه يروح ندرس التحضير بنفس بيرسك ووداني الغير مدينه قسطها ارخص. فهذا كلش مهم ان تتاكد من كل شيء قبل لا تقدم. واذا تشوف واحد يتقدم من خلاله تشوف يعني التحضير سهله، مثلا الطب مثلا او الهندسه اذا اكو بها انجليزي، التقديم المباشر يحتاج امتحان قبول، واذا ما تريد امتحان قبول لازم يكون عندك مقعد، والمقعد شلون تحصله؟ لازم من شركه. فبهاي الحاله انت مجبور تروح تقدم عن طريق مكتب او عن طريق شركه حتى ما تدرس سنه تحضيريه. بس سنه تحضيريه تدرسها يعني ليش تروح تدفع المكتب او الشركه وياخذون منك اضعاف المبلغ؟ تقدر تقدم عن طريق اي احد، وجدا بسيطه السالفه. نجي الشغله الثالثة أو الرابعة لطرق النصب اللي يتعرض لها الطالب بروسيا أو أي دولة بالعالم. شنو هي؟ عن طريق تجيك رسائل نصية. ممكن واحد يدزلك رسالة، طبعا هاي الطريقة ما تكون عادة من العرب، وين تكون مثلا من الروس نفسهم أو من أصحاب الدولة نفسهم إذا أنت بغير دولة. طبعا هاي شغلة صارت وياي قبل فترة، بس ما النصب علي، عرفت أنا شنو أحكي وياه. خبرني واحد رسالة أو تجيك رسالة أو خبرك واحد، خبرني واحد قال لي أني موظف بسبير بنك، قلت له أوكي. طبعا كنا ظلينا تقريبا بال 40 دقيقة كنت أحكي وياه بالروسي، 40 دقيقة ظل يحكي ويسولف، وأكو واحد بصفه أسمعه كل شكيت في السالفة. المهم شنو قال أني موظف بالسبير بنك واريد احنا انت اسمك موجود، وهذا رقم البطاقه، ما اعرف منين جابه، يجوز هم خابر على واحد يعرفني ونطى رقم بطاقتي نصب عليه، ما اعرف شلون، فشلون ما اعرف شلون جابه. المهم رقم البطاقه هو هذا الرقم العادي اللي هو مو مهم، يعني واحد يعرف اهم شيء الرقم السري ما تنطيه لاحد، او الرقم اللي خلف البطاقه لا تنطيه لاحد ابدا. اي فقال لي انا موظف بالبنك، واحنا انت رقمك هذا رقم البطاقه واسمك هيك راح نعطيك جائزه 10000 روبل تقريبا، كانت 100 تطلع تقريبا 180 دولار هيجي، اقل اكثر شوف حسبت على التصريف. المهم وقال لي احنا راح ندز لك رساله وتعطينا التفاصيل ومن هذا الكلام. مدز الرساله. شنو دز الرساله؟ شوفها شنو طريقه النصب. طبعا اكو بالفيزا كارد البطاقات انه انت تقدر تحول الواحد، او تدز له رساله انه تسحب من عنده. مثلا اذا تدز له رساله تقول له انا محتاج اذا ممكن تحول لي، اذا وافق ودز لك الرقم، طبعا البنك ايش راح يسوي؟ راح يدز لك رقم من 6 ارقام، اذا تنطيه اياه راح يسحب منك الفلوس. ف دز لي هذا الرقم، طبعا بالكتاب مكتوب كاتبين انه اذا لا تعطي رقم البطاقه، ان البنك لا يطلب هذا الشيء، فقط المحتالون من يطلبون هذا الشيء. طبعا الرساله من البنك، الرساله التحذيريه جت من البنك. طبعا وصل الرقم 6 ارقام، قال لي رد لي اياه. وراها كان يقول لي رد لي زين الرقم مالك مال البطاقه، شلون تسحب انت بالفلوس؟ نريد ندخل مثلا رقم البطاقه مالك، نريد نحول لك فلوس. فهنا يعني شغله غريبه صارت.
قال لي ها اعطيني رجل رقم الحساب مال التطبيق مالك، الرقم السري مال الحساب مالك حتى ندخل لك نحول لك الفلوس. هو الرقم اصلا اذا انت تريد تحول فلوس مجرد رقم البطاقه او رقم التليفون وتحول فلوس. وصاحبه طبعا بدا يحكي، انا قلت له شنو انت شنو وينك وهيك وما اعرف. صاحب اسمع صاحبه يقول له ايش يقول له؟ يقول له انا موظف سبير بنك. يقول له انا موظف سبير بنك. يقول له انا اسمي سبير بنك. وين سبير بنك؟ طبعا كان يحكي بالروسي. فانا سمعته هذا ودوخني يحكي 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 يحكي. وراها كان يقول لي ماني ما اعرف ايش موظف ومن هذا الكلام، واحنا نريد نعطيك الجائزه وتعرض لي الارقام وما اعرف. هاني كل ساعه اشوفه تجيني رساله انه يريد يسحب من عندي مره 11,000 روبل، مره 1,500 روبل، مره 1000 روبل، مره 2,500 روبل. تجيني ارقام يعني اذا اعطيه هذا الرقم راح تنسحب الفلوس. طبعا البنك وقف هذا الشيء. قبل جتني رساله انه العمليه هاي العمليه مال الارسال يبدو انها مخادعه، ومن هذا الشيء يعني امن البنك عرف بالسالفه قبل دز لي رساله تحذيريه ثانيه. فمن هذا الحكي دوخني. ظلينا 40 دقيقه نحكي. كان يقول لي زين عندك اصدقاء عندهم بطاقات وهاي من هذا الكلام؟ قلت له لا ما اعرف احد. قال لي منها؟ قلت له لا ما اعرفها. قال لي عندك بطاقه ثانيه؟ قلت له البطاقه الثانيه ما عندي بطاقه ثانيه روبل. وظل يحكي. فهاي السالفه كنت خاف كل شيء يصير، يكون مخترق البطاقه من هنا وما يعرف وين جاب الرقم. اعرف واحد اني ايش سويت؟ رحت حولت له الفلوس شكو صفرت البطاقه مالي ما بقى عليها ولا دينار، صويتها 000 روبل. ف0.0 روبل كان احول له كل الفلوس إله. طبعا البطاقه مالتي نفس النوع البطاقه مالي يعني من نفس المدينه ما ياخذون عليها عموله، بس اذا من غير مدينه ياخذون عموله 1%. طبعا هذا الشيء طولت فيه لانه جدا مهم. يعني ممكن واحد بهاي الطريقه يسرق كل الفلوس مالك كل البطاقه. وهذا الشيء طبعا هم تحته اهم شغله بالمواقع نفس الحاله. المهم فحولت له الفلوس كامله. ومن حولت له الفلوس كامله خابرته قلت له هيك السالفه. فهذاك الواحد ايش سوى؟ هم ما اعرف من جاي البطاقه، راح مخابره وقال له حول لي البطاقه، هو حول لك فلوس لو لا وما اعرف شنو. فذاك نفس الحاله سوى، راح حول الفلوس لغير واحد وعرفته. قلت له انا ذاك ظل يحكي فاني ذاك الثاني. فقلت له ابوي كان باكر عود اسمه دخلت واريد انام يلا تسلم مع السلامه. كان سد التليفون 40 دقيقه المكالمه دوخني بيها. طبعا هذا واحد روسي. طبعا هو ليش يكون دائما قلت انه هاي طريقه النصب يسووها الروس مو العرب؟ طبعا ما راح تصير لك هوايه، يمكن نادر تصير لك ما تصير لك، بس هاي طريقه تكون روس. لانه انت اذا يحكي وياك واحد لهجته مو اللكنه ماله مو روسيه مضبوطه راح تشك بالسالفه. فاذا يكون روسي ما راح تتاكد انه هل هو موظف بالبنك او لا. بس احذروا من شيء جدا مهم. اني من اروح استلم البطاقه مال البنك، مره رحت استلمت البطاقه مال الجامعه اللي هي نفسها اقدر استخدمها بطاقه بنكيه، بطاقه مصرفيه يعني اقدر اخذ فلوس اسحب بيها حال هي بطاقه مكتبه بس اقدر استخدمها كفيزا كارد عاديه. الموظف من راد يفتح هذا دار وجهه وكان فتح هذا ودار وجهه كان ينطيني اياها. يعني هاي الاربع ارقام السريه اللي اسحب منها الفلوس. الموظف مال البنك بنص البنك ماكو احد كان موجود، من راد يفتحها دار وجهه وانطاني اياها وقال لي انت كمل الفتح حتى ما يشوف ولا رقم من الارقام. فمو واحد يخابره يقول لك انا موظف بالبنك. هاي اكو شغلتين حتى البنك ما يعرفها وما يصير تنطيها حتى للبنك. حتى البنك اذا قال لك اعطينيها لا تعطيه اياها، اللي هي الاربع ارقام السريه اللي تدخلها بالاي تي ام اللي هو جهاز الصراف الالي. ما حد يعرف بها هاي، حتى البنك نفسه المفروض ما يعرفها. حتى البطاقه العاديه مو مال الجامعه اللي هي اني انا اخلي الرقم السري. الموظفه بالبدايه من سويتها من قالت لي حط الرقم السري مالك دارت وجهها وافترت، هي كلها افترت حتى ما تباوع. وانا خليت البطاقه خلصت كانت رجعت تندار. والشيء الثاني ان لا تنطي لاحد الرقم الثاني مال البطاقه اللي هو يكون خلف البطاقه. مو اكو رقم البطاقه اللي قدام هذا الرقم العادي، اكو للخلف اكو 3 ارقام. هاي ارقام سريه لا تنطيها لاحد. وانتبه بالمواقع انك من تدخلها اكو بالمواقع ممكن يطلبوها من عندك بس مو 4 ارقام، يطلبون منك هاي 3 ارقام اللي هي يسموها CVV على ما اعتقد. إذا ما تكون متأكد من الموقع إنه رسمي وإنه موثوق 100%، دير بالك تكتب هاي 3 أرقام لأنه ممكن تنسرق فلوس البطاقة كليتها. فهاي البطاقة أنا يطلبوها مرة من اشتريت ألعاب من الستيم وغيرها كانوا يطلبون، بس الستيم معروف موقع رسمي وما يسرق بطاقات. فهذا دخلته، بس لا تنطيها هاي 3 أرقام نهائيا أي أحد
لأنه ممكن يشتري من عندها بالإنترنت بدون ما أنت تعرف، بس يعرف رقم البطاقة وهذا الرقم راح يقدر يشتري منها من الإنترنت ويصرف فلوس بكيفه. فهذا الشيء جدا مهم. ومن طرق النصب النوب انه عن طريق الزواج، مكاتب الزواج اللي يقول لك احنا نشوف لك زوجة او نشوف لك زوج روسي او من اي دولة كانت ان هو تقدرون تدرسون بها، ويقول لك انه هذا احنا انت ما تتقرب، انه لا تجي لبيتك ولا تجي لبيتها من بعيد، بس نكتب بالعقد انكم متزوجين حتى تحصل الجنسية الروسية. هذا الشيء نصب 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 وحرام همات شرعا، وغير قانونيا، انه هو مو قانوني اصلا، واذا لزمت تتعاقب حرام شرعا، وكله يعني من كل الانواع. ونصب هو طريقه للنصب اصلا، يعني هي طريقه ثلاث ارباعها راح ياخذون فلوسك. ممكن يكتبوك عقد بعدين تروح تكتب ان هي تتطلق ويروح عليك، لا تروح عليك الاقامه المؤقته والاقامه الدائميه، وتروح عليك عفوا الجنسيه الروسيه او الجواز الروسي يروح عليك، اللي ما راح تاخذه الا بعد 3 سنوات. فهذا الشيء دير بالكم من عنده، راح التقفيص به، وانه بالقانوني هو ممنوع، واذا لزموك تتعاقب وممكن تنصب به، وشرعا حرام، لانه الزواج شرع حتى الواحد يتزوج، حتى يتعارفون، حتى يجيب اطفال، مو حتى يسووا مثلا مجرد حتى عمود يستفاد، يسموه زواج المنفعه، يعني عمود منفعه، عمود يحصل جواز وتكون زوجته يعني ما يقدر لا يمنعها ولا شيء، ولا يامرها ولا تجمع ولا تجمع، ايش يسوي هو شيء يسوي بكيفه وهي بكيفها، مجرد حتى ياخذون الزواج. فهاي انتبهوا من عنده، الهم يطلبون عليه، يقول لك اعطيني 5000 10000 دولار وانا اشوف لك واحده تتزوجها وبس بالاوراق ومن هذه الاشياء. اكو سووها وعبروا، بس هذا الشيء مو قانون، دير بالكم، لانه ممكن تتعاقب من تسويه. والشيء الاخير اللي حبيت اتكلم عنه هم طريقه نصب، من تجي انه تشوف بنفسك كل ما تدفع انت مثلا بالمعتمد مالك او اي احد المسؤول عنك اللي جابك، من تدفع تشوف ايش قد دفع. مثلا مو راح يقول تروح تدفع مثلا فحص طبي، يقول لك الفحص الطبي ب 200 دولار، او التامين الصحي ب 250 او 300 او 400 دولار. هو التامين مثلا حيث يختلف من مدينه لمدينه، مثلا صح اكو مدن تكون غالي 150 هيجي، بس اكو مدن مثلا تكون ب 100، مدن ب 80. او فحص الطبي يقول لك انا دفعت مثلا 3000 روبل، جيب 3000 روبل مال الفحص الطبي، هو كذب دافع بس 1000 او 1500 روبل او 2000 روبل او 2500، يقول لك جيب 4000 جيب 3000. هاي طريقه للنصب، انه يقول لك هيك، وما يقول هاي عموله مثلا هو ب 2000 بس انا لانه رحت وياك اخذت 1000 زياده، لا، يقول لك هو هيك ويعطينا فلوس. هذا دير بالكم من عنده. هوايه شوف الطلاب ناصبين عليهم هذا الشيء، انه يقول له العموله هيج والعمولة هيج، ويشوفون نفسهم انه بعدين يروحوا يسألون او من يجون طلاب ثانيين يكتشفون انه هذا الشيء كله مو صحيح، وانه هم من نصب عليهم، والقسط او وحتى الاقساط يقول لك هيك وتطلع مو هيك، او مثلا يروح اي شيء ابسط هاي الاشياء مثل قسط الطالب يجي ينصبون عليه، وهاي الاشياء التامين فحص وهاي الاشياء الثانيه، حتى السيم كارت وغيره، يقول لك مثلا السيم كارت ب 1000 روبل 2000 روبل، هو السيم كارت ب 50 روبل، يعني عدا الاشتراك السيم كارت ب 50، والاشتراك شوفوا حسب نوعه مكتوب انواع الاشتراك، اشتراك 350، اشتراك 450، اشتراك 400 500 650 1000 حسب نوع الاشتراك، 1000 روبل يعني. فهاي الاشياء انتبهوا من عندها. واعتذر انه الفيديو كلش طال، تقريبا صار 19 دقيقة، بس هذا الشيء جدا مهم وحبيت اتكلم به بالتفصيل وشلون الواحد يستفاد من هذا الشيء. طبعا اكثر الاشياء هاي ممكن انت تتفاداها اذا كنت تعرف اللغة الروسية، وممكن انه تستفاد من هذا الشيء حتى لا احد ينصب عليك، حتى تحتاج شيء تروح تقدم بنفسك، تحتاج تكمل شغله تروح تسوي بنفسك حتى تبتعد عن النصب، تقلل نسبة النصب، انك اذا ما راح تدور راح سويتها بنفسك ما راح تلقى واحد يقول ينصب عليك بفلوس ياخذ منك زياده وزياده واكثر واكثر. فلهنا انا اكون وصلت لهذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، واذا اكو شيء ثاني اكتبوا لي اياه بالوصف، اذا اكو طرق نصب ثانيه اكتبوها بالوصف بالوصف خلي يستفادوا منها المشاهدين، ومع السلامه.